اهو الحارس اللي قدامك ده مش حارس مرمى، ده حارس عقار وبينام وهو شغال، وخط الدفاع ده لو وقف على حدود مش هتعرف الضرب جاي منين. انتر ميامي عنده ميسي بس فريق مش بيقدم الكوره اللي تليق بالاسم نفسه. دفاع مكشوف، حارس مرمى عشوائي، ثغرات كتير جدا. لو استغلها النادي الاهلي هيعمل نتيجه تاريخيه في اولى مبارياته في كاس العالم. فواحد اللي صلى على النبي واعمل لايك، ويلا بينا نبدا الحلقه. زي ما قلت لك قبل كده، القصه في ميامي بتبدا وتنتهي عند ليونيل ميسي. ازاي الكره توصل له وهو اللي عنده الحل. هو اللاعب اللي يعمل باص، يتحرك في العمق، يكمل داخل منطقه الجزاء، يسجل. هو 80% من انتر ميامي. ولكن لو ضغطت على ميسي الفريق بيكون رد فعله عامل ازاي؟ تعال اوريك. هنا الباص بيتعمل لميسي في عمق الملعب، مع الضغط اللاعب بيقطع الكوره، وهنا مهاجم وسط 3 مدافعين، بس مدافعين سكه يعني، مش جامدين في الرقابه ولا الاستخلاص ولا الكلام ده كله. فبيراوغ من واحد والتاني ويعمل باص للاعب اللي جنبه في المساحه، اللي كمل وراح سجل هدف. وهنا الضغط على ليونيل ميسي ادى ان فريق انتر ميامي ما بقاش منظم، مش قادر يتدارك الموقف، مش قادر يكون عنده حلول علشان يوقف الهجمه المرتده اللي كانت 2 على 4 لاعبين. التنظيم الدفاعي عندهم سيء جدا، عندهم مشاكل كبيره جدا في الضغط والرقابه. فاكتر من مره الكره بتتسلم وتتسند وتتسدد وهم واقفين مش عارفين بيعملوا ايه، حتى لو كان العدد بتاعهم اكبر كتير من فريق المنافس. وبيعتمدوا كتير جدا على اللعب على مسيره التسلل، دفاع متقدم. دايما فريق انتر ميامي او في احيان كتير بيكون في نص ملعب المنافس، ومش بيسبب ضغط كبير يعني، ولكن بيعمل كتله عدديه في منطقه الخصم. يعني مثلا هنا 10 لاعبين، وفي النهايه برضه ميسي هو اللي بيفنش اللعبه وبيسجل هدف جميل جدا. في حاله الارتداد بقى بيعملوا ايه؟ بطاء جدا، مفيش سرعات تماما، مفيش مثلا لاعب يعمل فاول في نص الملعب علشان يوقف الهجمه المرتده. الباك ليفت والباك رايت دايما طايرين، احيانا بيلعبوا بطريقه لعب 4 4 2 4 2 3 1 او حتى 4 3 3. ماسكرانو مش مستقر على طريقه لعب لان اداؤه اصلا مش افضل حاجه مع الفريق، ولكن دايما هتلاقي الظاهرين طايرين، دايما بيلعبوا على الكرات العرضيه، وعلى المستوى الهجومي جيدين، بس على المستوى الدفاعي شوارع زي ما انت شايف كده. ومعظم الكرات العرضيه بتشكل خطوره كبيره على فريق انتر ميامي. يعني مثلا رمي التماس بتتلعب على طريقه ضربه ركنيه، بتعدي ويسجلوا هدف. هنا ضربه ركنيه بتتلعب برضه يتسجل فيهم هدف، وفرص كتير ضاعت برضه بنفس الشكل زي ما انت شايف كده. وانا جايب لك اخر 6 مباريات فقط، يعني ده مش الموسم كامل، اخر 6 مباريات. شوف كام هدف وكام فرصه كانت خطيره جدا عن طريق الكرات العرضيه. يعني هنا زيزو مهم بشكل كبير. ولو الدنيا واقفه مع المهاجم وصعبه شويه هتلاقي المدافع بيقوم بالواجب ده، مش هتتعب كتير يعني زي ما انت شايف كده. فريق دايما سايب شوارع في خط الظهر، يعني اي لاعب في نص ملعب الاهلي عنده دقه في اللونج باص، وسام زيزو تريزيجيه او حتى امام اللي هيجي من خلف الامام هيقدر يشكل خطوره كبيره، لان سرعاتهم مش سوبر يعني، لعيبه على المستوى المواجهات الفرديه ضعاف جدا. ولو تريزيجيه استلم على الاطراف هيقدر يحل بشكل فردي مع الباك رايت بنسبه تفوق كبيره، لان الباك رايت ضعيف برضه على المستوى الدفاعي زي ما انا قلت لك. بالاضافه حتى لو هم قدروا يحلوا في الكرات العرضيه، عملوا كثافه عدديه مثلا داخل منطقه الجزاء، التنظيم بيكون سيء جدا. عد كده كام لاعب قدامك، بس في النهايه هيجي لاعب في مربع 14 يسدد ويسجل هدف، وده بيحصل مره واثنين وثلاثه زي ما انت شايف كده. المنطقه دي فاضيه دايما، الحارس ده ضعيف جدا على مستوى التسديد من خارج منطقه الجزاء. امام عاشور ممكن يبروز الحارس ده. يعني مثلا حاله زي اللي قدامك دي 4 على 1، شيل اللاعب ده تماما، ركز مع اللاعب اللي معاه الكوره. مش عارفين تضغطوا وتستخلصوا منه الكوره؟ بص بقى على المساحه اللي على حدود منطقه الجزاء وعدم الرقابه، 2 لاعبين فاضيين، الكرة بتطلع فعلا، اللاعب بيستلم، مفيش قفل زوايا تسديد حتى، مفيش اي حاجه. دفاع سرحان بشكل كبير جدا زي ما انت شايف كده. ده امام في مربع 14 ده لو استلم اي كوره ما يفكرش كتير، ويتعامل ان الكوره اللي جايه دي اخر كوره هسدد واجرب. وهنا هيقدر يسجل النادي الاهلي عن طريق تسديده من على حدود منطقه الجزاء باذن الله. ريبيرو بيحب الضغط جدا. طب لو ضغطت على انتر ميامي هيكون الموضوع ايجابي، ولا هتلاقي لاعب قادر يضرب خط واتنين بباص واحد او لونج باص يقدر يخلي ميامي يعمل هجمه مرتده، او يستغل المساحه اللي في ظهر خط الوسط وخط الهجوم؟ انا بقول لك لو بعض الاحيان ضغطت بشكل شرس جدا هتقدر تغلطهم بشكل كبير. هنا 5 لاعبين ضاغطين، ولكن في لاعب واحد فقط هو اللي بيتحرك مع الكوره. فالمدافع بيلعب الفاول للحارس، الحارس عنده حلين، يلعب يمينه او شماله، بيلعب لاقرب لاعب ليه
ولكن الباص ضعيف جدا علشان يخش اللاعب يضغط يعمل عرضيه ويسجله هدف. فهنا انت شايف فريق مرتبك، فريق مش عارف يخرج بالكوره تحت الضغط، رغم ان الضغط نفسه كان مان تو مان، يعني يقدر يشتت الكوره او يلعب كره طوليه تروح لاي حد، ولكن هو عاوز يخرج بالكره من تحت، وده مش هيكون موجود لو انت ما عندكش شخصيه وجوده الباص بتاعتك عاليه. فانت لو نفذت الضغط ده بامام عاشور مع وسام مع تريزيجيه هتقدر تغلطهم بشكل كبير جدا. الثلاثه ممتازين في الضغط، الثلاثه بدنيا ما شاء الله ممتازين هايلين جدا. اما بقى الكرات العرضيه فانت عندك زيزو، فلازم يشتغل على ده بشكل كويس جدا. زيزو يعمل عرضيه، يكمل وسام مع امام مع تريزيجيه يعملوا كثافه داخل منطقه الجزاء، لان انتر ميامي الرقابه بتاعتهم سيئه جدا، وقفتهم حتى داخل منطقه الجزاء عشوائيه، وحتى لو ادركوا الموقف وشتتوا الكره التانيه هتكون مهمه جدا، لان تنظيمهم الدفاعي سيء وتمركزاتهم زباله. لو عوزنا نضربهم من العمق فمحمد علي بن رمضان مهم جدا انه يكون في الملعب، لاعب عنده دقه باص هايله، لاعب عنده استكشاف جيد للملعب، لونج باص بتاعه بدقه كبيره جدا ما شاء الله يعني، فيقدر يعمل كره طوليه تضرب خط الدفاع بشكل كبير جدا اللي دايما متقدم واقف في خط الوسط. فجوده اللعب اللي في نص الملعب اللي يقدر يعمل لونج باص هتفيد كتير جدا النادي الاهلي في مباراه ميامي. الا بقى لو ماسكرانو فضل واقف ورا فانت هتضغط برضه وتمركزاتهم سيئه، ومع الضغط هيغلطوا وتقدر تسجل. وزي ما قلت لك على اطراف السرعات مش افضل حاجه، سواء الباك رايت او الباك ليفت. جوردي ألبا حرفيا مبطل، الباك رايت برضه لاعب يعني مش سوبر، فانت تقدر تستغل ده بشكل كبير جدا بسرعات زيزو تريزيجيه، او حتى طاهر ناحيه اليمين. بس المهم تريزيجيه يكون موجود، حمدي فتحي يكون موجود لمراقبه ليونيل ميسي. وانا قلت لك لو قطعنا الكره من ميسي في نص الملعب فريق انتر ميامي بيكون عنده ايرور مش عارف يعمل ايه، فما فيش انتشار في الملعب، ما فيش توازن على المستوى الدفاعي، الفريق بيتفكك تماما. وهنا النادي الاهلي يقدر يستغل ده عن طريق الاطراف، العمق، او حتى التسديد من على حدود منطقه الجزاء، وان شاء الله نقدر نعمل ده. وانا بقول لك النادي الاهلي يقدر يعمل مباراه كبيره امام انتر ميامي. فالخلاصه كده ليونيل ميسي بيمثل 80% من فريق انتر ميامي على المستوى الهجومي، هو اللاعب اللي دايما بيدوروا عليه علشان الكره توصل له. ضغطت على ميسي قطعت الكره منه، فده ريسك كبير جدا لفريق انتر ميامي اللي بيكون مش منظم بعد كده، وبيكون عنده تفكك على المستوى الدفاعي. هو هيغرك انه دايما 10 قدام وانه عاوز يضغط، بس هو الضغط بتاعه السلبي بشكل كبير جدا. فالخلاصه كده الاهلي لو بدأ المباراه دي بان انا الاهلي وانا نازل افوز واعمل مباراه كبيره، بغض النظر بواجه ميسي او سواريز او جوردي ألبا او بوسكيتس، هيعمل مباراه كبيره ونعمل فوز تاريخي كمان. ولحد هنا يا صديقي انا خلصت كلامي، عاوزك تقول لي في الكومنتات تحت هل ثغرات انتر ميامي دي يقدر يستغلها النادي الاهلي؟ وبما انك شفت الثغرات دي بتشوف افضل 11 لاعب للنادي الاهلي ممكن يبدا المباراه دي مين؟ قول لي في الكومنتات تحت التشكيل المتوقع، ولينا حلقه بكره ان شاء الله للتشكيل المتوقع للنادي الاهلي قبل المباراه يعني بشويه حلوين. هنتكلم عن نقاط القوة في انتر ميامي علشان نكون خلصنا موضوع انتر ميامي ده، ونتكلم عن التشكيل المتوقع للنادي الاهلي ان شاء الله، واقول لك برضو وجهة نظري واخر كلام عن مباراة الاهلي وانتر ميامي. هستنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا. واخيرا اتمنى توحد الله وتصلي على النبي واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. اوعى تنسى تعمل لايك وفولو للصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسمها طوفان اهلاوي او اللي اسمها سكاوت اي كيو، بنتكلم كتير جدا في الكورة هناك، فخش اعمل لايك وفولو وتابع كل جديد. نتقابل بخير، سلام.